بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا رب ارزق كل من فتح هذا المقطع وقال آمين. اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب. اللهم حقق أمانيه. اللهم اجبر بخاطره. اللهم سخر له بركات السماوات والأرض، وسخر له ملكوت السماوات والأرض، وسخر له ملائكة السماوات وجنود الأرض، واعفو عنه يا رب، وفرج همه، وقضي دينه، وسهل له أموره، وأسعده في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. هو كل من قال آمين يا أرحم الراحمين. مشاهدينا الكرام، وفي البداية إذا كنت تحب وتعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضلا وليس أمرا ادعمنا بإعجاب لكي نعلم كم هو عدد محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم كل خير. إخواني الكرام، بشارة لك من الله سبحانه وتعالى، صورة قصيرة معجزة إذا قرأتها 7 مرات قسما بربي ينزل عليك الرزق والمال وبشارات طوال العام. جوهرة عظيمة من الجواهر النورانية التي تفتح لك كل أبواب السماء. في هذا المقطع إن شاء الله تبارك وتعالى ستجد المفتاح الرباني لفتح كل الكنوز، وفتح أبواب الرزق الواسعة، وجلب المال والثراء والغنى السريع، ورضا الله سبحانه وتعالى بسر موجود في كتاب الله فيه العجب العجاب. أتحدى إن لم تفتح لك أبواب السماء، كل الأبواب المغلقة في وجهك ستفتح، وسترى إن شاء الله تبارك وتعالى الرزق يصب عليك كالمطر، ويفيض عليك ويدوم عليك، ويتحقق بأسرار هذه الصورة ما سيجعلك تنذهل وتندهش من قوتها في جلب كل ما تريده إن شاء الله تبارك وتعالى بسرعة البرق وبلمح البصر. فإن كنت تريد مبلغا كبيرا من المال لتسديد دين أو لشراء بيت أو سيارة وكل ما يخصك، طبق هذه الفائدة وشاهد ما سيحدث بعدها. طبقها بصدق ويقين، وسترى من فضائلها الجليلة السر العجيب والمعجزة والبشارة، وستقضى كل حوائجك، وتتحقق كل أمنياتك، ويتحقق مرادك، وتستجاب دعواتك. سيحقق لك الله ما تمناه بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن إخواني الكرام، فضلا منكم وليس أمرا، قبل إتمام هذا المقطع لا تنسى لن تأخذ من وقتك دقيقة، عطر تعليقاتك بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، واضغط الآن على زر الإعجاب ومشاركة هذا المقطع مع كل الأحباب والأصحاب لكي تكون الفائدة عامة على الجميع، ولنا ولكم في ذلك الأجر والثواب. ولا تنسى أن تترك لنا تعليقا من أي دولة تشاهدنا وتتابعنا، وجزاكم الله خيرا. وعلى بركة الله نبدأ. فائدة عظيمة الخير وكثيرة البركة وسريعة الغنى والثراء والجاه، رددوها بهذا العدد وبهذه الطريقة النورانية، وسيعطيك الله من الخير ما لم يكن في توقعاتك أبدا، وما لا يخطر على قلبك وبالك أبدا. ستفتح لك كل أبواب الرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. خزائن الله واسعة ستفتح لك، وبإذن الرحمن خلال أيام سيفاجئك الله برزق وفير كبير جدا يدوم عليك طيلة حياتك. ستتفاجأ بتغيير جذري كبير جدا في حياتك وفي كل أمورك للأفضل وللأحسن وللأجمل. فراقب ما سيحدث لك. سترى بإذن الرحمن أمورك قد تيسرت، وحوائجك قد قضيت، وأمنياتك قد تحققت، وسيرفع الله عنك كل ضيق وكرب، ويجعل لك مخرجا لكل مشاكلك وهمومك، ويرزقك الله الفتح الأعظم من حيث لا تدري بإذن الله تبارك وتعالى وقوته. فكلنا نعرف فضل الذكر والدعاء والاستغفار في جوف الليل وفي الثلث الأخير من الليل، وكذلك في أي وقت، فالله موجود دائما وأبدا في الليل والنهار. فطبق هذه الفائدة في الليل، وإن لم تستطع طبقها في الصباح في الفجر في أي وقت تشاء. طبقوها وأنتم متيقنين كل اليقين أن الله تبارك وتعالى لن يردكم خائبين أبدا، وأن الله تبارك وتعالى سيعطيكم كل ما تريدون، وسيقضي حوائجكم، وييسر لكم كل أموركم، ويرزقكم الله بالمال الوفير من حيث لا تحتسبون، ومن حيث تحتسبون إن شاء الله تبارك وتعالى
إذن على بركة الله نبدأ في شرح الطريقة. أولا تستقبل القبلة الشريفة وأنت على طهارة وعلى وضوء، تصلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 7 مرات متتالية بأي صيغة تريد. ثم بعد ذلك تستغفر الله تبارك وتعالى وتقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه 7 مرات متتالية. ثم بعد ذلك تقرأ سورة الكوثر 7 مرات متتالية. سورة الكوثر، وما أدراك ما سورة الكوثر، في درج الأرزاق وجلبه وزيادته وكثرته ودوامه عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة الكوثر ستكون بإذن الله تبارك وتعالى فاتحة خير عليك في هذا الشهر الفضيل. هذه السورة تعتبر من السور القوية جدا في القرآن الكريم، كلها خير، كلها بركة، فيها أسرار وكنوز إلهية مكنونة لا يدري بها إلا الله سبحانه وتعالى. وطريقة قراءتها أنك تضع يدك اليمنى على صدرك وتقرأها 7 مرات وتغمض عينيك ويتخيل ما تريد تحقيقه، ويتخيل أنه قد تحقق بالفعل، وأن كل أمنياتك قد أصبحت حقيقة، قد أصبحت واقعة. ستحس بفرحة عارمة وبسعادة، وتزيد ذبذباتك وخشوعك، وتزيد كذلك ذبذباتك الروحانية. وكل هذا سيجعل هذه الفائدة تنجح معك بسرعة البرق إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن طاقتك الروحانية ستكون قوية جدا، وكذلك سيكون عندك تفاؤل كبير جدا. هذا سيجعل هذه الفائدة تنجح معك إن شاء الله تبارك وتعالى، وتكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فتقرأ سورة الكوثر بهذه الطريقة 7 مرات متتالية. فهذه السورة رغم أنها قصيرة جدا إلى أن لها مفعول كبير وتجليات رهيبة وعظيمة في الفتح الرباني وتيسير كل الأمور الصعبة وقضاء كل الحوائج المستعصية. فهي سورة الزواج، سورة الذرية الصالحة، سورة النجاح والتوفيق، سورة المال، سورة الثراء والغنى السريع، سورة الشفاء، سورة الفتح، سورة فتح باب النصيب، فتح باب من أبواب الرزق. أي شيء تتمناه سيتحقق لك بأسرار هذه السورة، سورة الكوثر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تختم هذه الفائدة بالدعاء، وترفع أكف الذراع لله سبحانه وتعالى، وأدعو الله بقلب خالص بما تشاء بما تريد. ادعو الله أن يعطيك من جوده ومن فضله ومن كرمه سبحانه وتعالى ما تريد وما تحتاج إليه. اذكر كل حوائجك في دعائك وألح في دعائك، وإن شاء الله تبارك وتعالى لن تقوم من مقامك إلا ورأيت الأرزاق تنهال عليك وتصب عليك وتنزل عليك من السماء. إذا طبقت هذه الفائدة بهذه الطريقة الصحيحة وبنية خالصة لله عز وجل، كن على يقين أن الله سيجبر بخاطرك، أن الله تبارك وتعالى سييسر لك كل أمر عسير. إخواني الكرام، أترككم في رعاية الله وحفظه، ولا تنسونا من خالص دعائكم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا تنسوا أن تعطروا تعليقاتكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وإرسال هذا الفيديو إلى كل أحبابكم وأصحابكم لكي يكون سببا في تفريج همومكم، ويرزقكم الله الثواب بإذن الله تبارك وتعالى. ولا تنسوا أنكم إذا شاهدتم هذا الفيديو فالله يريد لكم الخير، فلا تتركوا الشيطان يمنعكم من هذا الأجر ومن هذا الثواب ومن هذا الرزق. فهذه الفائدة من الفوائد العظيمة، فلا تحرموا أنفسكم من أجر وفضل هذه الفائدة، فأتمنى أن تطبقوها في هذه الأيام، وإن شاء الله تبارك وتعالى تكون فاتحة خير عليكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لكم كل أبواب الخير والتيسير، وأن يجعل هذا المقطع هو سبب الفتح، والذي بإذنه تبارك وتعالى سييسر لكم كل أموركم. فلا تنسوا أنكم على نياتكم ترزقون، وأن النية أبلغ من العمل. إذا كانت نيتك خالصة وصادقة لله تبارك وتعالى، كن على يقين كبير في الله سبحانه وتعالى، وطبق هذه الفائدة وكل الفوائد الموجودة على القناة، وسترى العجب العجاب في الرزق، وسترى المعجزات في الرزق،
والمال، وتحقق لك كل أمنيتك إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله عند ظن عبده به، فإن ظننتم بالله خيرا رأيتم كل الخير، رأيتم الرزق يجري بين أيديكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى فالله يأتيكم بالخير، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. حافظكم الله ورعاكم وسدد لكم على طريق الخير خطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسنات كل من شارك وساهم في نشره، لعل الله تعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.